مساء الخير. طبعا بتشرف بكل متابعيني وكل الاحترام والتقدير لكل الناس اللي عندي. في بس النهارده عايز اتكلم في نقط معينه. شكرا 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 على ثقتك. شكرا 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 على ثقتك. مش مصدق نفسي يا ليل. خلاص وصلت كده. مش مصدق نفسي يا ليل. خلاص يا مش مصدق نفسي. ما خلصت الغباوه دي. مش مصدق نفسي يا ليل. يا ابني خلصت بقى. ازيك يا ابراهيم؟ الحمد لله اخويا. انت لعبت في الاهلي والعرضيه وهدف اهلاوي. الهدف الاهلاوي الاول ابراهيم سعيد. ولعبت في الزمالك. منتهى الخطوره لكن توصل لابراهيم سعيد. ماشي ابراهيم والتصويبه. الله عليك يا ابراهيم يا سعيد. ولعبت في الاسماعيلي. ابراهيم سعيد وادي التنفيذ والهدف الثالث. الهدف الثالث يحرزه ابراهيم سعيد. الحمد لله الحمد لله. انا اسمي ابراهيم سعيد وزي ما قلت لك انا اول واحد دخلت الدوري الانجليزي ده قبل ما الناس تعرف الدوري الانجليزي اصلا. الماتش ده صدقني هو ده يعني عايز اقول لك حاجه، انا كنت هلعب اساسي لان كان الباك رايت لولا اللي انت عملت شعرك احمر. كان في الكساندر وينسون بتاع لاعب السويد ده كان بيلعب باك رايت فاتصاب، فانا المفروض ان انا هلعب جاهز بقى مستعد بقى. قلت ايه فوق بقى نفسك كهيمه بقى. قمت عامل ايه سابق شعر احمر. خلصت على نفسي خالص. يعني زي ما قلت لك في تقرير كان بينزلوا التقارير بتاعتي ان انا الحمد لله من ضمن اللعيبه المميزه اللي انضموا لايفرتون. انت لعبت كام ماتش يا ابراهيم؟ لا انا ما لعبتش، انا قعدت 4 ماتشات احتياطي. ولعبت في شعرك. استاذ سامح الهواري مصفف شعر مشهور جدا جدا. ايوه استاذ سامح. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. معانا النجم ابراهيم سعيد بيرحب بيك. اهلا وسهلا كابتن ابراهيم. حبيبي يا استاذ سامح. حبيبي اهلا وسهلا. ايه سر نجاحك يا استاذ ابراهيم سعيد في تصفيف الشعر في ضرب حاجه. هو سامح انا ابراهيم. انت بتتكلم على احمر واصفر واخضر، ما انت برضو طب ما انت غيرت بتطلع شكلك ترقص. كتير قوي. انا بطلع ارقص. طب وانا الرقص عيب ده ولا ايه؟ حرام طبعا. مفيش راجل يرقص. ازاي يا كابتن يعني؟ مفيش راجل يرقص. انت بترقص. لا انا ما برقص. مفيش احلى من الشغل مع الموزع. يعني ايه يا ابراهيم؟ بس احنا نفتح جيم حريمي بس وندخل فيه شويه حاجات كده حلوه، سامبا رومبا زومبا، وندخل بيلي دانس كمان. ايه البيلي دانس ده هنا؟ فشخة 2 فشخة 2 1 2 3. فيك تعملها اسرع شوي. 1 هي بس ما تفتح اجريك وعم اقول لقدام، اذا بدك تحسسني انك خفيف. انا واقفه في الشارع وانت بتعكسني. لا 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 مفيش. طب انا اللي بعكسك. لا برضو مفيش. مفيش حاجه خالص. يعني انت اللي كنت بترقص معاهم في البرنامج احلى مني؟ تنكر؟ انت بتهزري صح؟ بتهزري. لا مش بهزر. يعني مش بتهزري. عاجبك الكلام ده؟ يعني انت انا عايز اعرف انت مش عاجبك؟ ايه اللي مش عاجبك؟ مش عاجبك اللي انت ترقص معايا؟ لا خلاص يا ابن عدد الاطفال المعترف بيهم دي بس. عندي 3 بنات وعندي ولد. يعني 4. كان سهل تقول 4 ماشي. غير اللي بره بقى. يعني ايه؟ اللي على الارض بقى اللي اترموا. ايه؟ على وضعك انت عندك مشكله علي. كبيره، انت مش مدرك انت بتعمل ايه. لا من المدافعين الكويسين جدا على فكره. قوي قوي وعلي بيفكرك بنفسك. بص يعني الحمد لله ممكن اكون بهزر. ايه؟ ممكن تكون ايه؟ قول. انا امهر منه طبعا. عشان في موقع كده انجليزي اعتقد يعني نزل تصريح ليا قديم ان انا قلت ان انا افضل من فان دايك، وحقيقه وانا فعلا انا بقول انا احسن من افضل من فان دايك. اولا فان دايك اخره الحته اللي هي الدفاعيه وبطيء. هل فان دايك بيلعب في نص الملعب؟ هل فان دايك بيسدد؟ هل فان دايك ممكن يلعب باك رايت؟ 6 7 هاجم ابيض. يا ايمن انت مأجر الحته دي؟ على فكره كل لعيبه الكوره على فكره بتخرج وبتسهر وليهم علاقات نسائيه. فاهم قصدي؟ كلهم كلهم. ولو يعني ما فيش واحد فيهم ماشي زي ما الكتاب بيقول؟ مفيش الكلام ده خالص، واللي يقول لي كده يبقى كداب.
وش تقدر تقول لي اسامي؟ لا ما ينفعش. ليه؟ معظم لعيبه لا الكوره. انت ما بتخافش؟ لا الجيل الجديد ده انا ما اعرفش حد فيه. لا اللي هي بتاعت النضارات دي كانت في نهائي مش سيدورف ده اللي كان بيلعب بالنضاره؟ ايوه لا كان ادجار ديفيد. خلي بالك هو حكى لي عليها في البرتغال. لا ما هو موضوع معروف قوي، قصه كبيره جدا يعني. بسرعه في دقيقه. هي قصه ان كان في احد الشركات كانت عارضه عليا ان انا العب بالنضاره ديت في النهائي. كان نهائي افريقيا. بس فعرف بقى قبليها. 86 هنا نهائي 2006. لا ده مع النادي الاهلي. 2002 ده مع النادي الاهلي. فساعتها حصل مشكله كبيره كان جدا. عايز ينزل في النهائي بنضاره. كان عايز يلعب بنضاره، فهو شاف النضاره قال له ايه ده انت هتلعب بيها؟ قال له لا تعال يا تلعب من غير نضاره يا اما مش هتلعب. المهم جينا في الشوط الثاني الحمد لله كسبانين 3-0. كل شويه انا سايب الملعب وعمال تقول انا عايز رايح له انا عايز النضاره. رايح له على الملعب مثلا الاقي الكوره بعيده والله الماتش شغال. قام رايح له فين؟ المهم والله جيت في اللقطه فلقيتهم مش عايزين يدوهاني ومخبينها مع مين؟ مع ميرعب حميد. قلت لهم انا عايز اطلع. فقلت لهم قمت خارج على الملعب وقمت مخرج رجلي كده بالظبط خدت. قلت لهم هخرج لو النضاره دي ما جاتش هحط جون في نفسي والله العظيم. تصريح للفنانه رانيا يوسف من ايام عن الموضوع ده، تعالوا نقراه ونسمع تعليقاتكم. عارف تمام. رانيا يوسف بتقول ان الرجل المصري لا يهتم بنظافته عكس اللبناني. طب هي بتستحمى اصلا؟ النادي الاهلي كان بطوله اللي هي البطوله الافريقيه. كنت انا الحمد لله كنت متسبب ان النادي الاهلي يحصل عليه على فكره، لان كان في مباراه الاهلي وبلوزداد. كان على فكره كل اللعيبه ودي يمكن الناس عارفه كلها تمام، اللعيبه كلها كانت رايحه المباراه ديت عارفين ان احنا خارجين من البطوله. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبتوفيق ربنا وفقني وحطيت هدف ورجعنا ونافسنا ووصلنا قبل النهائي ووصلنا وخدنا البطوله يعني. كاس سوبر نفس الوضع. بس انا كنت لعيب وما كنتش حاسس الاحساس ده. انا كنت معاك في ما يتعداش ما يمرش الان. تمشي كوره من جديد عن طريق الابيض سكولز. تدخل قوي ولكن ابراهيم سعيد متواجد الان هنا في هذا اللقاء. ابراهيم سعيد ياخذ الكارت الاصفر من حكم المباراه. كالعاده هي لقطات مش ممكن. خد منه الصفاره وخد منه الكارت الاصفر. هو ابراهيم سعيد المشاكس. يعني دي خد بالك من ضمن الحاجات اللي كانت بتضايقني جدا ان الناس فاهمه ابراهيم غلط وان هو ماشي بيتخانق مع الناس وبيسهر ومقضيها يا جماعه على فكره والله العظيم انا الحمد لله ابسط واحد. انا على فكره بحب الفاميلي جدا. بسهر ببقى واخد بالي من الناس. تاخد بالك ازاي؟ باخد بالي. ما بتتصورش؟ لا لان انا بقعد في كورنر كده مثلا لما باجي اخرج مثلا في مكان سواء سهر او مكان كده، بس الحمد لله ربنا تابع عليا. اديني الترابيزه اللي كاشفه المكان دي يا ابني. بتعمل كده علي بيه مظهر؟ انا تملي بحب اخد مثلا مدافع بقى، فاهم قصدي؟ بدافع، فاهم قصدي؟ بحب واخد مثلا يعني مثلا مثلا المكان دوت مثلا مطعم، بحب اخد الكورنر الاخير ببقى شايف الدنيا كلها. اللي احنا بنأكله عيش ولولا ربنا سبحانه وتعالى والعبد لله ما كنتوش شفتوه في اي قناه. هو كل جه برضه قال معاكي في البرنامج ده، قال هو شغال مين ده اصلا عشان شغال؟ ده كان قاعد في البيت ولا كان بيعمل اي حاجه وانا كنت شغال. انا شغال بقالي كام سنه من ساعه ما بطلت وانا موجود اصلا. نجم النادي الاهلي والزمالك على نفسه. اتفرج على رضا عبعال هتضحك لان ما بيتكلمش كوره، بيتكلم على كوره يعني بعيد عن الواقع وبعيد عن الكوره وبعيد، لان اولا معلش هقولها تاني ما لعبش منتخب مصر، ويمكن حتى فوجئت بحاجه غريبه جدا وابتديت الاحظ يعني كابتن محمود ابو الدهب، يعني هما الاثنين ما لعبوش منتخب مصر خالص. يعني فلما اجي يا جماعه حد يجي يتكلم على كام منتخب مصر فتعالى اتكلم ما تكشرليش، فتعالى اتكلم معايا كوره. هو عشان مش لاقي فني وهو مفلس فني فمفروض يتكلم يقول لي مثلا الفرقه واقفه غلط. مفلس فني كمدرب يعني ولا كايه؟ كل حاجه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي والله. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي والله. بالامانه اصل زملكاوي والله العظيم. مفيش حاجه اسمها اصل زملكاوي، كنا عايشين في بلطيم وجينا هنا. والله وحياه ولادي دلوقتي وحياه ولادي زملكاوي وحياه ولادي. ماشي. بص اولا صلاح انت كنت رايح مخصوص ولا بالصدفه؟ لا هقول لك بس عشان ايه، وده على فكره دي حاجه كبرته في نظري جدا، لان في انت عارف في طقوس معينه كده لما بتشوف حد كابتنك او نجم بتشوفه في مكان فانت اللي بتيجي تسلم عليه. فبصراحه انا احترمته جدا لان انا كنت قاعد في الوقت دوت كنت قاعد عارف اللي هو بفطر يعني. ففوجئت بصراحه ان هو داخل عليا بيسلم عليا، ودي حاجه على فكره كبرته جدا. وكل حاجه بتعملها على فكره يا صلاح بتوصل من حملات من اساءه ليا
من اساءه لشخصيتي، وفي حاجات تانية انا مش حابب ان انا اتكلم فيها احتراما طبعا ان انا موجود على شاشه قناه النهار، قناه محترمه، والمسؤولين وكل الاداره بيحترموني ومديني ثقه. كل التقدير والاحترام لاداره قناه النهار، انا عمري ما هتكلم في حاجه زي كده، بس الحاجات اللي بتحصل دي عيب. انت قلت ان محمد صلاح حاططني في دماغه؟ طب ليه؟ كل ما احاول ابعد من الموضوع ده تقوموا راجعين ناكشيني تاني. تفتكر محمد صلاح فاضي يحط؟ طب وليه يا كابتن؟